السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مع المحاضرة الأولى من محاضرات شهر رمضان الكريم. هنبدأ زي ما اتفقنا في البوستات السابقة إن احنا هنشرح النهاردة أول حاجة إزاي تشتغلي مع ابنك تخاطب في البيت. تاني حاجة هنجاوب على أسئلة الأمهات والأخصائيين. تالت حاجة هنجاوب على الأم ازاي تبدأي منين وتنتهي فين اثناء شغلك مع الطفل في التخاطب. تمام، نبدأ نجمع بسرعة. كله يلا يا جماعة يجمع بسرعة عشان ما ناخدش وقت. وزي ما احنا متفقين في المحاضرات السابقة وزي ما احنا اشتغلنا مع بعض في المحاضرات السابقة، هنبدأ نشرح الأول وبعد ما نخلص الشرح هنبدأ نجاوب على الأسئلة ان شاء الله. ان شاء الله دي المحاضرة الأولى وسط سلسلة المحاضرات، وإن شاء الله سلسلة المحاضرات هتبقى حوالي 8 محاضرات إن شاء الله. هنشرح فيهم كل ما يتعلق بالتربية الخاصة بأسلوب واضح، بأسلوب بسيط، واحدة واحدة. مش هنقول كلام علمي اللي هو المجعلص والكلام الشديد والكلام الكبير، لا، هنبسط المعلومة خالص. هنتكلم واحدة واحدة مع بعض بالعامية عشان المعلومة توصل للأمهات بسهولة وتوصل للأخصائيين بسهولة. كل الناس اللي معانا في البث أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. كله يبدأ يجهز ورقة وقلم للمحاضرة الأولى عشان نبدأ. يا ريت الناس تخش بسرعة، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وإن شاء الله المحاضرات هتبقى متسجلة، يعني احنا هنخلص البث المباشر والمحاضرة هتفضل متسجلة هنا على الجروب، غير الأكونتات اللي هي بتاعة اليوتيوب وبتاعة الانستا وبتاعة التيك توك، هتبقى المحاضرة موجودة عليها برضو. الصوت واضح يا جماعة؟ يلا نبدأ كده. حد يبلغنا كده الصوت واضح ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السؤال الأول. أنا لسه جاي لي طفل، أو أنا كأم لسه أول مرة أشوف الحالة، المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة هعملها مع الطفل هي دراسة الحالة. هقعد مع الطفل، وخلي بالك من التكات، يعني التكات اللي هنقولها دي اكتبوها لأنها هنعتمد عليها في المحاضرات القادمة. هقعد مع الطفل آخد بياناته، ببدأ أسأل الأم الولد اسمه إيه؟ انتوا ساكنين فين؟ عنده كام سنة؟ أبوه شغال إيه؟ عنده إخوات ولا لأ؟ وأنت بتشتكي من إيه؟ واسمع الشكوى بتاعت الأم. يبقى أول حاجة دراسة الحالة. دراسة الحالة بتبقى عبارة عن ورقة واحدة بس فيها بيانات الطفل، وفيها كل الشغل اللي خاص بالطفل، وفيها كل المشكلات اللي بسأل الأم عليها أو الأم اللي بتقولها لي. في ناس دراسة الحالة دي عندها بتبقى 12 ورقة، وفي ناس بتبقى دراسة الحالة دي عندها ورقة. أهم حاجة في دراسة الحالة إيه؟ أهم حاجة في الورقة بتاعت دراسة الحالة إيه؟ إن أنا أسأل الأم الطفل بيقلد ولا لأ؟ طيب الطفل بيطيع الأوامر ولا لأ؟ وخلي بالك من الاتنين دول، لأن في أوقات كتير الأم بتقول لك أيوه الطفل بيقلد، بقول له ادي لعمه بوسة يدي، بقول له مش لا، الطفل متعلم حركتين بس هو اللي بيعملهم وبقيته الحركات ما بيعملهاش. الأم تقول لها ابنك بيفهم ولا؟ بتقول لك أيوه بيفهم، أما أقول له هات الموبايل بيديهولي. طيب أتغلب على النقطة دي إزاي؟ أنا خلاص جبت بيانات الطفل في دراسة الحالة، الاسم والسن والعنوان والتفاصيل وقرايبه والتاريخ المرضي بتاع الطفل، ورحت مراكز ايه قبل كده واشتغلت ايه، كل تفاصيل الطفل. هبدأ اسألها الطفل لما بتقولوا له حط المعلقة في الحوض بياخد المعلقة ويوديها في الحوض فعلا ولا لا؟ بيبقى فاهم الامر ولا لا؟ اما تقولوا له حط القلم في الدرج بيبقى فاهم ويجيب القلم ويحطه في الدرج ولا لا؟ اما اقول له خد التليفون ده وحطه على الترابيزه بيبقى فاهم الامر ولا لا؟ لان في 3-4 اوامر كده بيبقى الطفل حافظهم. فلما اجي اقول للام ابنك فاهم ولا لا، تقول لك ايوه فاهم. فاما اجي اسالها السؤال بتاع بيحط المعلقه في الحوض، اقول له خد المعلقه دي حطها في الحوض، بيحطها ولا لا؟ لو قالت اه يبقى الطفل هنا فاهم. طيب الطفل بيحط الطبق، اما اقول له حط الطبق ده في الدرج، اما اقول له هات ازازه من التلاجة، اما اقول له حط القميص في الغسالة، بينفذ. حط الاستيكة في الشنطة، بينفذ الامر ده ولا لا؟
لو الطفل طلع بيقلد وبينفذ الامر همشي في طريق، ولو طلع ما بيقلدش وما نفذش الامر همشي في طريق تاني، عشان ما نتوهش من بعض. على افتراض ان الطفل قالت لي ايوه الطفل فاهم الامر وبينفذه وطلع فعلا فاهم، وانا اختبرت الطفل لقيته فاهم، هبدا اشوف المرحله اللي بعديها. ابنك بيقلد اصوات يا ماما ولا بيقلدش؟ القطه بتقول ايه؟ الفرخه بتقول ايه؟ المعزه بتقول ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ هبدا اجيب كلمات بسيطه الكروت اللي عندي واقول له ايه دي ايه دي ايه دي. لو الطفل فاهم يبقى همشي في طريق واكمل، مش فاهم يبقى هنزل مرحله، وهكذا. احنا وصلنا دلوقتي مع الطفل اللي انا الطفل لقيته فاهم، لقيته بيقلد، لقيته بيطيع الاوامر، لقيته بيقلد الاصوات. هات اي كروت عندك او حاجه وانت قول له ايه دي؟ جاكيت، ايه ده؟ قميص، ايه ده؟ بق، ايه ده؟ عين. لو قلت للواد 5 6 حاجات ولقيت الواد عارفهم والولد بيقولهم معاك، خلاص ابدا شوف بيعرف يقول جمل ولا لا، ابدا شوفه بيعرف يوصف ولا لا، الى اخر سلم اللغه اللي هنشرحه. طيب على اعتبار ان الطفل في الجلسه الاولى ولما عملت له دراسه الحاله لقيته مش فاهم، سواء ماما قالت لي الطفل فاهم او ماما قالت لي الطفل مش فاهم. طيب انا سالت الطفل حط القلم في الدرج، حط الاستيكه في الشنطه، هات القلم من ماما، حط الازازه في الثلاجه، لقيت الطفل مش فاهم يبقى هنزل مرحله. طيب نزلت مرحله ايه؟ هبدا اعمل حركات بسيطه خالص واقول للطفل اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي يا محمد، 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 اعمل. عمل يبقى بيقلد. طيب افرض ما عرفش يعمل، هتنزل اخر مرحله وهي الانتباه للاسم. يبقى احنا هنعتبر نفسنا بنبدا من اول مرحله الانتباه للاسم، على اساس ان انا سالت الطفل الاسئله دي كلها وطلع مش عارف، سالت الام الاسئله دي كلها وطلع الطفل مش عارف، يبقى انا هنا هبدا مع الطفل من ايه؟ من الاول. هبدا مع الطفل من اول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى انا كده لسه بادئ مع الطفل من الاول. تمام كده؟ تمام. طيب لو الطفل جاوب على اي اجابه من اللي فاتت يبقى انا مش هبدا معاه من الاول، انا هكمل معاه الشغل الطبيعي، هبدا معاه من المرحله اللي هو واقف فيها. بس احنا بنقول دلوقتي هنبدا معاه من الاول ليه؟ عشان نجيب سلم اللغه من اول. واصله المعلومه كده؟ تمام. طيب انا اتضح لي ان الطفل مش فاهم، واتضح لي ان الطفل ما بيقلدش، واتضح لي ان الطفل ما بيطيعش الاوامر، يبقى هبدا معاه من اول ايه؟ الانتباه للاسم. ركز معايا، معاك ورقه وقلم، ابدا اكتب الخطوات. هبدا مع الطفل من اول مرحله الانتباه للاسم. يعني ايه الانتباه للاسم؟ يعني الطفل اللي معايا ده مش فاهم، مش بيقلد، مش منتبه لاي حاجه، والانترفيو اللي انا عملته للطفل ما جابش نتيجه، والطفل ما جاوبش على سؤال منه، يبقى انا هبدا معاه من المرحله الاولى. طيب انا بدات مع الطفل من الاول خالص، من اول الانتباه للاسم. اول تدريب هعمله معاه ايه؟ احنا قلنا رقم 1 احنا عملنا دراسه الحاله، وفي دراسه الحاله دي انا بسال الام على المعززات المفضله للطفل. ماما قالت لي الولد بيحب العصير وبيحب الشيبسي وبيحب الكيكه وبيحب الحاجات اللي بتنور وبيحب صوت الموبايل وبيحب اغنيه معينه. جبت ورقه وقلم في المقابله الاولى وكتبت المعززات المفضله للطفل، وبناء عليه اخترت اكتر حاجه الطفل بيحبها وليكن البسكوت. خلاص اول خطوه احنا بادئين من الاول اهو، عشان الناس اللي لسه داخله معانا احنا ما عملناش حاجه الا دراسه الحاله وبادئ مع الطفل من اول سلم اللغه، وعملت اختبار بسيط للطفل عشان ابدا اعرف هبدا معاه منين. تمام كده؟ خلاص اخترت وليكن الحاجه المعززه او الحاجه الكويسه بالنسبه للطفل. قال لي ايه؟ اول حاجه بالنسبه للطفل هي تمام. حضرت الطفل وحضرت البسكوت
وبدات اشتغل مع الطفل. اول حاجه هعملها ايه؟ الطفل معروف اللي هو بيحب البسكوت، واول ما يشوفه هيجري عليه. اشيل كيس البسكوت بعيد عن الطفل وامسك في ايدي بسكوته صغيره، واقف قدام الطفل وافضل اندهله: يا محمد يا محمد بص لي. ممكن يبقى في شادو معايا يساعد الطفل اللي هو. معلش يا جماعه البث بيقطع وبيروح، بس خليكم موجودين على البث. هبدا امسك البسكوت وانده للطفل: يا محمد بص لي، يا محمد بص لي. واول ما يبص لي هروح حاطط له البسكوته في بقه. اكرر العمليه دي اكتر من مره. لو الطفل مش فاهم خالص بيبقى معايا شادو بيوجه وش الطفل انه يبص لي، لحد ما الطفل يبقى يبص كويس والدنيا ماشيه معاه تمام. ابدا احط له البسكوته في بقه. خلاص الطفل بقيت اما اقف قدامه واقول له يا محمد بص لي، بيبص لي، واحط له البسكوته في بقه. ابدا العب نفس اللعبه بس انا واقف عن يمين. هقف جنب الطفل جنب ايده اليمين وابدا انده: يا محمد بص لي. هو طبعا الطفل مش بيبص لي انا، هو بيبص للبسكوت. بس لما الهدف يتكرر، لما بفضل انادي كتير، هو بيرتبط اسم محمد بالبسكوت، فهتبص تلاقي الطفل بيبص لي عشان البسكوت. هفضل اعمل الهدف ده اكتر من مره وانا واقف عن يمين الطفل. اكرر نفس الهدف وانا واقف عن شمال الطفل. ابدا انده للطفل: يا محمد بص لي، يا محمد بص لي. واول ما يبص احط له البسكوته في بقه. اكرر نفس الهدف وانا واقف خلف الطفل. طيب في طفل بيستجيب للهدف من جلسه واحده، وفي طفل بيقعد شهرين 3 على ما يبدا يبص لك عشان البسكوت. دي بتختلف على حسب. معلش يا جماعه البث بيروح وبيجي، خلينا مع بعض. في طفل هيجيبها في جلسه واحده، لان اول ما اقول له يبص لي بيبص عشان البسكوت. وفي طفل تاني هياخد 20 30 جلسه براحته. المهم التكرار، الاستمراريه. خلاص المهم بقيت اقف قدام الطفل واقول له يبص لي، بيبص لي، واحط له البسكوته في بقه. اقف ورا الطفل واقول له بص لي، بص لي، واحط له البسكوته في بقه. خلاص تمام. طيب الطفل بقى يبص لي في كل الاتجاهات، اعمل ايه؟ هقف في اوضه تانيه واندهله: يا محمد بص لي. هيجي جري عشان خاطر الايه؟ البسكوت. لو انا وصلت للمرحله اللي انا بنادي للطفل من اي مكان ويجي لي واديله البسكوت، ارفع المعزز عند عيني عشان الطفل يبقى عنده تواصل بصري عند العين، واصبر شويه واحط له البسكوت في بقه، يبقى انا نجحت ان الطفل بقى عنده استجابه للاسم وبقى عنده تواصل بصري. خلاص محمد دلوقتي اقف في اي مكان اندهله ويجي لي، اقف في اي مكان واقول له بص لي، وارفع صباعي عند عيني يبص لي. في خطوه هنا الاخصائيين بيعملوها. بعد ما كان بيبقى واقف بالبسكوت ويرفع البسكوت عند عينه عشان الطفل يبص له عند عينه، لا ما بقاش يعمل كده. ده هو بقى ينده لمحمد ويقول له بص لي، ولما محمد يتواصل معاه بصريا يروح مديله البسكوت. ده بيعزز التواصل البصري. تمام كده؟ تمام. خلاص الطفل بقى يتواصل معايا بصريا وبقى ينتبه لاسمه، اخش للمرحله الثانيه. يبقى عشان الناس اللي داخله معانا، اول مرحله عملنا ايه؟ دراسه الحاله. عرفت تاريخ الطفل كله وتاريخه المرضي، والطفل بيشتكي من ايه وبيشتكيش من ايه. سمعت الشكوى الام واختبرت الطفل، شفته بيقلد ولا لا، بيفهم ولا لا، اصوات، مقاطع، كلمات الى اخره. طب تاني مرحله، لو اتضح لي ان الطفل مش عارف حاجه خالص، اشتغلت على الانتباه للاسم والتواصل البصري. تالت مرحله التقليد. يبقى انا خلصت اول مرحلتين وداخل على مرحله التقليد. الطفل ما دام بقى ينتبه لنا، هبدا اعلمه يقلد بالمعزز بتاعي البسكوت عادي، وممكن اعمل استبدال للمعزز، اجيب له حاجه تانية غير البسكوت. المطلوب منك في التقليد ايه؟ هيبقى برضو لو الطفل حالته جيده هيبقى معايا شادو، هيمسك ايد الطفل يساعده اللي هو يقلد. انا بعمل ايه؟ انا معايا هنا اهو حوالي 50 60 حركه، 50 60 حركه. بقعد الطفل قدامي وببدا اقول له اعمل زيي. تمام؟ عشان ما اخدش من وقتكم، هنزل لكم الحركات في الكومنتات. على سبيل المثال الطفل قاعد وانا معايا البسكوت وفي شادو ورا الطفل. ابدا اول حركه تسقيف، اقول له ايه؟ اعمل زيي، اعمل زيي.
يلا يا محمد اعمل زيي اعمل زيي. في ناس بتقول اعمل كده، في ناس بتقول افعل مثلي، لو مش مصر مفيش مشكله. المهم اللي انا بقوله سقف، انا بقول له اعمل زي. طيب محمد سقف، اديله حته البسكوت في بقه او المعزز اللي احنا اتفقنا عليه. محمد ما سقفش، يبدا الشادو اللي قاعد ورا الطفل يمسك ايد الطفل يسقف بيها. اول ما الشادو يمسك ايد الطفل ويسقف بيها ادي المعزز للطفل، وابدا اكرر العمليه كتير اكتر من مره لحد ما محمد يقلد لوحده وياخد المعزز لوحده. اخش على الحركه اللي بعديها، اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي. يلا يا محمد اعمل زيي اعمل زيي، واطلب من الشادو انه يساعده لحد ما محمد يعمل الحركه 10 مرات وابدا اديله المعزز. اخش على الحركه اللي بعديها، اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي. خلي بالك تدريبات التقليد دي مهمه جدا 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 عشان الطفل يتكلم. الامهات اللي بتسالني في الرسائل، ابني بياخد بقاله 2 تخاطب ما اتكلمش لانه ما اشتغلش على مهارات ما قبل اللغه، ما اشتغلش على مهارات التقليد. وهبقى ابعت لكم فيديوهات فيها تقليد عملي مع الاطفال عشان نبدا نطبق في الجلسات. خلاص انا معايا هنا حوالي 55 حركه هنقلد بالطريقه اللي انا قلت عليها. هقول لكم الحركات بسرعه وانتوا اكتبوها عندكم، وبعد كده انا هبقى انزلها لكم وهنزلها لكم في فيديوهات لوحدها. مرحله التقليد، انا بقول للطفل اعمل زي. اول حركه اعمل زي اعمل زي اعمل زي، لازم يجيبها لي 10 مرات. بعد كده اعمل زي اعمل زي اعمل زي، لازم يجيبها لي 10 مرات وكل مره بمعزز، وممكن يبقى في شادو يساعده. اعمل زي اعمل زي اعمل زي، يجيبها لي 10 مرات. اعمل زي اعمل زي اعمل زي، يجيبها لي 10 مرات. اعمل شيء اعمل زي اعمل زي، يجيبها لي 10 مرات، وفي كل مره بعزز. اعمل زي اعمل زي، مش لازم يطرقع، المهم يعمل الحركه، وفي كل مره بعزز 10 مرات. اعمل زي اعمل زي اعمل زي، زي ما اتفقنا الشادو وراه بيساعد، وفي كل مره بعزز. لازم الطفل يجيب الكلام ده عشان يتكلم. طيب بعد كده اعمل زي اعمل زي اعمل زي 10 مرات. بعد كده اعمل زي اعمل زي 10 مرات، والشادو بيساعد ورا الطفل لو الطفل مش عارف. خلي بالك لو الطفل فهم التقليد هتلاقيه بيجيب معاك على طول، بيقلد معاك على طول. ما فهمش التقليد هتلاقيه بياخد وقت، والشادو يساعد وانا بعزز زي ما اتفقنا. ممكن يجيبها في اول مره وممكن يجيبها في المره المليون. تمام. بعد كده الخبط على الكتف، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الخبط على الرجلين، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الخبط على البطن، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الاشاره الى الفم، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الاشاره الى الخد، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الاشاره الى الانف، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الاشاره الى العين، اعمل زي اعمل زي. قلنا الحركه ممكن الطفل ياخد فيها وقت كبير وممكن يجيبها على طول. المهم ما نقلش الا لما يجيبها لي 10 مرات، كل مره بيتعزز. ما عرفش الشادو وراه بيساعده. الاشاره الى الاذن، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الاشاره الى الذقن، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. مسك الانف باصبعين، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. مسك الاذن، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الامساك بالشفاه السفلى، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الامساك بالشفاه العليا، اعمل زي اعمل زي. طبعا بعمل حركه وبسيبه يقلد، بعمل حركه واسيبه يقلد. هز الاصابع، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. فرك اليدين معا، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. وضع اليد في الوسط، اعمل زي اعمل زي. زي ما اتفقنا الطفل مش عارف، الشادو بيساعد وانا بعزز. فرك اليدين معا قلناه. تسريح الشعر، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. مسح الاسنان باصبع السبابه، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الهرش في الرأس، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الهرش في البطن، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. هرش اليد بيد، اعمل زي اعمل زي. كل حركة لازم يجيبها 10 مرات ولازم يكرر كتير ويقلد كتير، والشادو بيساعد، والحركة اللي بيجيبها انا بعزز.
الهرش على الخد، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. الإشارة الأعلى، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. دفع اليدين للأمام، اعمل زي اعمل زي. رفع الذراعين إلى الجانب، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. تحريك الرأس يمينا ويسارا، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. مش عارف يعمل الحركة، الشادو بيساعد. تحريك الرأس الأعلى وأسفل، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. قبض أصابع اليدين ثم بسطها، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. فرد الصراع ثم سينه، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. زي ما اتفقنا، اللي الطفل مش عارف الشادو بيساعده. تمام. الإشارة إلى باطن اليد، فتح العين وتغميضها، تحريك الحواجب، رفع الكتفين الأعلى، تحريك سيارة لعبة، اعمل زي اعمل زي. وضع الكرة في السلة، خلع القبعة ولبسها، وضع المعلقة في الكوب، معلقة وكوباية تحطها واعمل زي اعمل زي اعمل زي. خبط المعلقة على الكوب، امسك المعلقة وخبط على الكوباية، اعمل زي اعمل زي اعمل زي. امساك بمنديل ورفعه الأعلى، اعمل زي. خبط المكعبات في بعض، اعمل زي اعمل زي. عمل برج من المكعبات، شويه مكعبات قدامك وشويه مكعبات قدامه، وافضل قول له اعمل زي اعمل زي. الشخبطه بالقلم على الورقه، هات ورقه وخليه يشخبط، اعمل زي اعمل زي. تحريك الشخشيخه، اي حاجه بالشخلل في ايده، مفيش يمسك معلقه عصايه اي حاجه، اعمل زي اعمل زي. وضع الحبوب في زجاجه، هتجيب ازازه وحبوب قدامك وقدامه، اعمل زي اعمل زي. ركل كولا صغيره باصبع السبابه كده، اعمل زي اعمل زي زي البليه كده. تمام. ادي 55 حركه. ال 55 حركه دول في اطفال بتجيبهم في شهر، وفي اطفال بتجيبهم في سنه. تمام تمام. طيب خلاص، الطفل بقى يقلد. اولا الطفل بقى ينتبه للاسم وبقى يقلد. اخش على الخطوه اللي بعديها. ايه الخطوه اللي بعديها؟ اللي هي تقليد الحركات الفميه. يبقى معانا هنا الطفل مش هيقلد الا لما ينتبه للاسم ويبقى فيه تواصل بصري، والطفل مش هيقلد الحركات الفميه غير ما يقلد الحركات اللي احنا عملناها دي. وصلت المعلومه كده؟ وصلت. طيب ايه هي تقليد الحركات الفميه؟ تقليد الحركات الفميه بقول للطفل اعمل زيي وافتح بقي، اعمل زيي. في اخصائيين بيطلعوها بصوت، وفي اخصائيين بيطلعوها من غير صوت، وفي اخصائيين من غير صوت. اعمل زي دي الحركه الثانيه. طبعا الطفل مش عارف، انت بتساعد، تحط ايدك وتفتح له بقه وتبدا تدي معزز مع كل حركه. خلي بالك الحركات دي صعبه. تمام تمام. ضم الشفايف معا، قلنا ضم الشفاه، مش عارف، انت بتحط صوابعك كده وبتساعده، او الشادو بيساعده. فتح الشفاه واطباقها معا، فتح الفكين واطباقهم مع بعض. طبعا كل حركة 10 مرات مع التقليد مع المعزز. عض الشفاه العليا، عض الشفاه السفلى، اخراج اللسان وتحريكه شمال ويمين، اخراج اللسان وتحريكه اعلى واسفل، اخراج اللسان وتثبيته في الاعلى، تثبيته في الاسفل. تمام. تثبيته جهة اليسار، تثبيته جهة اليمين، وهكذا. تمام. دي الحركات الفمية، ادي 12 حركة. وتكمل بقى حوالي 25 حركة. لمس اللسان للخد الايمن، لمس اللسان من الداخل طبعا، لمس اللسان للخد الايسر، النفخ، اي حاجة ينفخ فيها، بابل، كورات، مناديل ويعملها وخليه ينفخ، ورق ينفخ عادي كتقليد، المهم ينفخ. الشفط، اللهس اللي هو يعمل تمام. الزار صوت صفير. تمام. التقبيل، قول له هات بوسه هات بوسه، اعمل زيي. خبط الفكين ببعض، جعل اللسان يدور بشكل دائري، اخراج الهواء من الانف، اخراج الهواء من الفم، اخذ نفس، القيام بحركتي الزفير والشهير. يبقى الطفل رقم 1 بقى فيه تواصل بصري وانتباه للاسم، رقم 2 تقليد الحركات، رقم 3 تقليد الحركات الفميه. طيب الطفل جاب معاك الكلام ده كله، بقى كويس معاك، خش على المرحله اللي بعديها.
ايه المرحلة اللي بعديها؟ إطاعة الأوامر. الناس اللي معانا من أول المحاضرة فاكرين لما قلنا في دراسة الحالة وانت بتعمل للطفل دراسة الحالة قول له الأم ابنك بيطيع الأوامر ولا لأ؟ ولو قالت لك ابدأ اختبره. تمام؟ هو هنا مديك ايه؟ مديك شوية أوامر تدرب الطفل عليها. انت من عندك عاوز تحط أوامر من عندك حط، مفيش مشكلة. عاوز تكتفي بدول اكتفي. بيقول لك هنا بقى ايه؟ بيقول لك ابدا قول للطفل اغسل وشك يا محمد، يلا يا محمد اغسل وشك، اغسل وشك يا محمد، حتى لو مفيش ميه، حتى لو بالامر. هات اي حاجه قدامك، هات كوره، هات معلقه، حط اي حاجه جوه اي حاجه، حط القلم جوه الشنطه، حط المعلقه جوه الدرج، حط البليه جوه الازازه. يبقى هات اي حاجه، حط اي حاجه، والامر بقى افتح الباب، اقفل الباب، اغسل وشك، سرح شعرك، البس الطاقيه، البس الشراب، اقلع الشبشب. حط اوامر كتير على قد ما تقدر، لان الاوامر دي اللي هتحرك دماغ الطفل معاك، اللي هتشغل دماغ الطفل وهتخلي الطفل يبدا يحكي معاك. في على سبيل المثال مدينا هو هنا بعض الاوامر. يقول لك اغسل وشك، يلا يا شاطر اغسل وشك، نشف وشك، افتح الحنفيه، برافو عليك، اقفل الحنفيه، اغسل وشك تاني. لو انت في الاول والطفل مش فاهم ساعده، امسك ايده اغسل بيها وشه، امسك ايده امسك بيها الفوطه مع المعزز. اول ما يغسل وشه ابدا اديله البسكوته اللي احنا اتفقنا عليها. اول ما يلبس الشبشب بيقول لك حط له كوره وقول له شوطها، شوط الكوره، حط الكوره في السله، امسك الكوره، الى اخره. تمام؟ طيب خلصت خلاص، البس الشبشب، سرح شعرك، امسح الترابيزه، افتح الباب، اقفل الباب، اقلع الشبشب، هات بوسه، اعمل باي، حط الطبق في الحوض، حط المعلقه في الدرج، اقلع القميص، البس البنطلون، نشف ايدك، افتح الشباك، شغل المروحه، اطفي النور، وهكذا. بيقول لك هنا بقى ايه؟ خلي الطفل يساعد الام في حاجات المنزل كلها. عاوز ابنك يتكلم، عاوز حركته تقل، عاوز تنمي مهاراته، اديله اوامر كتير. طب الامر اللي مش عارف ينفذه، امسك ايده وانفذ بيها الامر مره واثنين وثلاثه وعشرة ومليون لحد ما الطفل يبقى بايه؟ بيطيع الاوامر. طيب خلاص، عملت دراسه الحاله، وعملت الانتباه المبدئي والاستجابه للاسم، عملت تقليد الحركات الكبرى والصغرى، عملت تقليد الحركات الفميه، عملت اطاعه الاوامر. المرحله اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا، وهي تقليد الاصوات. تمام؟ احنا مضينا مرحله اللي هي الانتباه المتقدم، ودي هنشرحها في مرحله تنميه المهارات. الانتباه المتقدم عباره عن تنميه مهارات، وعباره عن اطاعه اوامر كتير عشان الطفل يبدا يشتغل معاه، اللي هي بقى البازل والخرز والدبابيس، ويفك مثلا حاجات بالطين الصلصال، يركب حاجات بالطين الصلصال، الصاموله يفكها، الازايز يغطيها، الى اخره. هنشرحها بالتفصيل في جلسه تنميه المهارات. تمام؟ بس دي الهدف منها ايه؟ تدريب الطفل على اطاعه الاوامر اكتر. نركز في المرحله اللي جايه دي، وهي مرحله تقليد الاصوات. طيب خلاص، الطفل بقى يقلد وبقى يطيع الاوامر. هبدا اجيب اي حاجه ليها صوت، اي حاجه ليها صوت في البيئه. كروت مثلا بقى للحيوانات، للطيور، وسائل المواصلات، الالعاب بتاعه الطفل، اي حاجه ليها صوت. يعني مثلا هنا اهو الديك، بط، وز، فرخ، حمام، عصفوره، كتكوت، ديك رومي، قطه، معزه، حصان، حمار، اسد، خروف، كلب، ثعلب، بقره، جاموسه، نحله، ناموسه، قطر، توك توك، طياره، اتوبيس، موتوسيكل، عجله، عربيه اسعاف، عربيه شرطه، كوره، شمعه، طبله، جرس، الى اخره.
حوالي 50 صوت، وابدا احط الصوت قدام الطفل وابدا اقول له قلد معايا. وليكن مثلا ايه، نجيب اول حاجه الديك. الديك بيقول ايه يا محمد؟ طبعا محمد بقى يعرف يقلد من التقليد اللي خدناه، وبقى يعرف يقلد حركات الفميه. ابدا بقى الديك بيقول ايه؟ أوه أوه، باسلوب فيه مرح، باسلوب فيه ضحك، باسلوب فيه لعب. يلا يا محمد الديك بيقول ايه؟ أوه، وابدا امسك بق محمد واساعده اللي هو يقول معايا، ابدا العب معاه، ابدا اديله معزز. مره في الثانيه في الثالثه في العشره في المليون هتلاقي محمد بقى يقلد الاصوات. تمام. العربيه بتقول ايه؟ بيب بيب بيب، واجيب العربيه واحطها قدام ونفضل نلعب بيها. مره في الثانيه في الثالثه في المليون هتلاقي محمد بقى يقلد صوت العربيه. التوك توك عن 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 عن، القطر توت توت توت، المعزه ماء، باسلوب فيه فرح ومرح ولعب وتنطيط. هتلاقي الولد بدأ يقلد معاك الأصوات. طب هو محمد ليه قلد الأصوات دلوقتي؟ لأنه بقى يقلد الحركات الفمية كويس، وبقى يقلد الحركات الكبرى والصغرى كويس، وبقى عنده تواصل بصري وانتباه للاسم. طب محمد ليه في المراحل السابقة ما كانش عارف يقلد الأصوات؟ لأنك اشتغلت معاه أصوات على طول، أو اشتغلت معاه تخاطب على طول. وصلت المعلومة كده؟ وصلت. خلاص الولد بقى يقلد معايا الحوالي 50-60 صوت، وبقى يقلدهم كويس وبقى حلو فيهم. ابدا اخش على المرحله اللي بعد كده، وابدا ادرب الطفل على نطق كلمه من مقطع واحد. خلي بالك الطفل دلوقتي بقى يتكلم، بقى يفهم، بقى يقلد، بقى يطيع الاوامر. عشان كده دخلت معاه في المرحله اللي هي بتاعه كلمه. تمام. ابدا بقى اجيب اي كلمات بسيطه خالص من مقطع واحد اهي: عين، ايد، عيش، تين، زيت، ديك. اي حاجه بقى من مقطع واحد. بيض. حوالي مثلا 50-60 كلمه من مقطع واحد. ابدا ادرب الطفل. هنبدا مثلا بالحاجات السهله خالص اللي هي العين. ايه ده يا محمد؟ عين، عين. تمام. خلي بالك محمد قلد معايا في الاصوات وقال عن 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 على التوك توك. ما دام قال عن هيقول عين. خلي بالك محمد قلد معايا في الاصوات وقال بيب 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 على العربيه. ما دام قال بيب هيقول بيض وهيقول بيت. خلي بالك محمد قلد معايا في الاصوات وقال توت 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 على القطر. ما دام قال توت يبقى هيقول تي، وهكذا. تمام. كلمات بسيطه خالص من مقطع واحد، وابدا ادرب الطفل عليها. اوري له عين في الصوره، اوري له عين في الحقيقه، اوري له عين في رسم. خلاص محمد بقى يقول لي العين وبقى حلو. ابدا اخد هدف بعديه وليكن ديك. محمد بقى يقول الديك حلو، وريته ديك على الموبايل صوره ديك في الحقيقه، وريته ديك في صوره، وريته ديك في رسمه. لو عندهم ديك حقيقي في البيت يشوفوا. تمام. نفس القصه، وبدات ادربه كلمه من مقطع. تمام. بعد كده مثلا عيش، نفس القصه، وريته عيش في صوره، وريته عيش في رسمه، وريته عيش في الحقيقه الى اخره. نفس القصه بعد العيش، وبقى يشوف وبقى يعرف العيش وبقى يقلد معايا عيش وكله تمام. اديته موز، بقى يعرف الموز وبقى يقول موز وشخص الموز. خلاص الطفل عرف الاربع حاجات دول وبقى يقولهم معايا حلو وبقى كويس فيهم. ابدا احط الاربع كروت قدامه كده على الترابيزه، الاربعه قدام بعض، واقول له هات عين، هات عين. هيبدا محمد يديني كارت العين، اروح مديله الحاجه الحلوه في بقه او المعزز. الخبط الكروت تاني واقول له هات عيش، هات عيش. محمد التاني العيش، اروح جاي مديله الحاجه الحلوه في بقه. طب محمد ما عرفش. الشادو بقى اللي احنا متفقين عليه من اول المرحله الاولى، يمسك ايده يحطها على العين ويحط العين على ايدي. ابدا اديله المعزز، اكرر الهدف اكتر من مره. خلاص محمد بقى يجيب العين، بقيت الخبط الاهداف وبقى يجيبها، بقى يجيب الموز، بقى يجيب كذا، بقى يجيب كذا. اخد 4 اهداف تانيين، ابدا في ال4 اهداف تانيين العب نفس اللعبه: بيض، كيس، دش، بيت.
ابدا ادربه عليهم واعلمه يعملهم ازاي، واحط الاربع اهداف قدامي والخبطهم واقول له هات، ولما يجيب حلو اديله الحاجه الحلوه ببقه، ولو ما عرفش الشادو يقعد وراه ويساعده ويحط الحاجه في ايدي. تمام كده؟ تمام. خلصت الاربعه دول، اخش على اربعه تانيين. وش، حوض، رز، فيل. نفس اللعبه هلعبها لحد ما اخلص كلمات من مقطع واحد كلها. محمد بقى عارفها، محمد بقى يقولها، محمد بقيت اقول له ايه ده بقى يقول، محمد بقول له هات كذا بقى يجيب. في اخصائيين بقى بيلخبطوا الكروت كلها ال50 كارت على بعضهم ويقول لي طلع لي منهم كذا، دي مهاره. في اخصائيين تانية بيفرشوا ال50 كارت قدامه على الترابيزه ويقول له هات منهم كذا، دي مهاره. ما انت بتنمي عنده بقى الانتباه والتمييز والذاكره والكلام ده كله، مفيش اي مشكله خالص. خلاص خلصت كلمات من مقطع ومحمد بقى يقولها حلو وبقى كويس فيها، اخش على كلمات من مقطعين بنفس الطريقه وبنفس اللعبه وبنفس الاداء. كلمات من مقطعين، اي حاجه بقى، طبق، شمعه، لبن، ميه. طبعا كلمات من مقطعين هتبقى اكتر شويه من كلمات من مقطع واحد. يعني قلنا مقطع واحد حوالي 50، هتلاقي مقطعين مثلا حوالي 100 150 لانهم كلمات كتير. بطه، وزه، قطه، حمار، معزه، فرخه الى اخره. وليكن الاربعه دول ميه، قلت له ايه ده يا محمد؟ قال لي ميه مش عارف، بفضل اقول له ميه وادربه على الميه، واوري له الميه في الحقيقه، واوري له ازازه الميه في الحقيقه، واوري له الميه على الموبايل، واوري له صوره الميه لحد ما يفهمها ويعرفها. اول ما اقول له ايه ده؟ ميه، خلاص يبقى عارفها. ايه ده؟ لبن، عرفها بنفس الطريقه. ايه ده؟ شمعه. ايه ده؟ طبق. خلاص عرفهم، احط الاربع اهداف قدامه وابدا اقول له هات كذا. لو اداني صح بحط له معزز في بقه، اداني غلط الشادو بيساعده ويحط ايده على الهدف الصح. وصلنا؟ وصلنا. طيب خلصت انا ال 150 كلمه مثلا بتوع كلمه من مقطعين. طبعا في اطفال هياخد في الكارت الواحد او في الهدف الواحد جلسه، وفي واحد بياخد الهدف الواحد في 10 جلسات، في 20 جلسه. ده يرجع لايه؟ لقدرات الطفل ودرجه الاعاقه اللي عنده وايه شغل الاخصائي معاه. طيب المرحله الجايه سهله ومعروفه. خلصت انا خلاص كلمه من مقطعين وبقى الطفل يقولها معايا حلو، هبدا اخش على كلمه من 3 و4 مقاطع. نفس القصه، الطفل بقى يعمل معايا ايه؟ بقيت احط له 4 كروت اهو، نفس اللعبه. الاول بمسك وبوري له الحاجه وبقول له ايه دي؟ سكينه، كاميرا، سجاده، كنبه. خلاص هما كتير بس احنا هنضرب مثل بدول. الطفل خلاص اهو مسك الكروت وبقيت اقول له ايه دي يا محمد؟ يقول لي كنبه. ايه دي يا محمد؟ يقول لي سجاده. ايه دي يا محمد؟ يقول لي كاميرا. ايه ده يا محمد؟ قال لي سكينه. هبدا احط الاربع اهداف قدامه واقول له هات منهم. خلاص بقى يديني حلو، بديله المعزز وابدا اخد 4 اهداف تانيين لحد ما اخلص ال 350 كلمه كلهم. طيب الناس القديمه اللي معانا في البث المباشر، هو احنا ما بنراجعش؟ لا، ده احنا كل اول جلسه براجع الكلمات القديمه كلها. كل اول جلسه بجيب كل القديم من اول عين. ايه ده يا محمد؟ سكينه. ايه ده يا محمد؟ قطه. ايه ده يا محمد؟ وز. الكلمه اللي ما اعرفهاش بكتبها عندي وابدا ادرب عليها تاني لحد ما الطفل خلص معايا ال 350 كلمه كلهم وبقى يقولهم صح وبقى يقولهم كويس وبقى شاطر فيهم. ابدا اعمل ايه؟ ابدا بقى هنا اشتغل على التصنيف بتاعه. اعرفوا الفاكهه، اعرفوا الخضار، حط الفاكهه مع بعض، حط الخضار مع بعض، حط الحيوانات مع بعض، حط الطيور مع بعض. اقول له هات حاجتين، اديني قطه بعدين اديني ديك، اديني فرخه بعدين اديني معزه. الخبط الحاجات على بعضها واقول له رصها لي، رتبها لي الخ، وانا براجع باستمرار وبوري له الحاجه الحقيقيه بتاعتها. طيب هل يا ترى في فنيات بشتغل بيها وانا شغال مع الطفل تخاطب؟ طبعا، وهنشرحها في المحاضره الجايه بتاعه التخاطب. لكن باختصار شديد انا بعمل ايه؟ بعمل 3 حاجات.
يعني مثلا خلينا في كلمة سهلة، عصفورة مثلا. أول حاجة بعمل إيه؟ بعمل تقطيع للكلمة عشان الطفل يقدر يقولها. فو را. قول ورايا يا محمد. فو را. دي اسمها ايه؟ اسمها تقطيع، اللي انا بقطع الكلمة عشان محمد يفهمها. في تنغيم، اللي انت تلحن الكلمة. عصفورة. الله، قول يا محمد عصفورة. في تظليل، ان انت تقول والطفل يقول معاك عصفورة وهو يقول عصفورة، وتغطوا صوتكم مع بعض. في ناس بتعمل سلسلة صوتية، تجيب كلمات لها وزن وقافية او لحن واحد. عيش، تين، فيل، وهكذا، اللي هي على نفس الوزن والقافية. فيل، دب. عيش، دش. موز، فيل. خوخ، تين. الطريقة بتاعت اللحن دي بتخلي الطفل يحفظ اكتر ويحب اكتر. لكن في الاخر انت بتنطق الكلمة بعد ما تعمل الفنيات بتاعتك، سواء بقى هات او خد او تقطيع او تظليل او السلسلة الصوتية او التنغيم او التكرار الكتير، اللعبة كلها تكرار. تمام. في الاخر بنطق كلمة العصفورة صح. عصفورة، 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 عشان يبدأ ينطقها معايا صح. الأسئلة يا جماعة بعد ما نخلص. الأسئلة بعد ما نخلص. خلاص كده أنا كده عملت مع الطفل إيه؟ دربته اللي هو ينطق كلمة كويس قوي، والطفل بقى ينطق معايا كلمة حلوة قوي. أبدأ المرحلة اللي بعديها بديهي خالص، أبدأ أدرب على جملة من كلمتين. انت اصلا في نهاية مرحلة الكلمة هتلاقي الطفل بقى يقول معاك كلمة من كلمتين حلو، او بدأ ينطق جملة من كلمتين. اوعى تشتغل جمل وانت لسه في مرحلة الكلمة. اوعى تشتغل جملة من كلمتين وانت لسه في مرحلة الكلمة. اوعى تشتغل وصف وانت لسه في مرحلة جملة من كلمتين. اوعى تشتغل ادراك علاقات وانت لسه في مرحلة الوصف. هي سلم، اسمه سلم اللغة، وفي اخر المحاضرة هنقول الترتيب بتاع سلم اللغة زي ما احنا شارحينه كده. خلاص محمد بقى ينطق معايا كلمة حلو، بقيت امسك اي حاجة اقول له ايه ده يا محمد؟ يقول لي دب. ايه ده يا محمد؟ يقول لي ودن. ايه ده يا محمد؟ يقول لي عنب. ايه ده يا محمد؟ يقول له حمار. رجعت مرة واثنين وثلاثة، ارنب، شراب. بقى عارف كل حاجة، بقى ينطق. وخلي بالك الطريقة دي هتخلي مخارج الحروف بتاعت الطفل سليمة. ليه؟ لانه بادئ معاك من اول التقليد، من اول تقليد الاصوات، وانت بتعلمه النطق صح. فكبيره قوي لو والدك في حاجه يبقى الكاف والكاف والجيم. خلاص الطفل بيقول معاك كلمه حلو والدنيا ماشيه معاه في كلمه حلو، ابدا خش على جمله من كلمتين. معايا كده؟ معايا. تمام. يلا جمله من كلمتين، نفس المجموعه اللي هي 350 كلمه اللي احنا دربنا عليهم. مقطع، مقطعين، 3 مقاطع، 4 مقاطع، هجيبهم بس هدخلهم في جمله. وليكن مثلا ايه؟ عين. هبدا، انا مش عارف باين في الفيديو ولا لا، جمله من كلمتين تحت اهي. ابدا انت بقى قول له امسح عيني. امسح عيني. قول يا محمد يلا. امسح عين. افتح عيني. افتح عيني. قول يا محمد يلا. افتح عين. اغمض عيني. اغمض عيني. يلا يا محمد غمض عينك. وهكذا. عدي بقى عين وايد وشعر وودن وبق وكل حاجه. ابدا اديله مثلا كلمه من النص اهي، جزمه، يبقى البس جزمه، اقلع جزمه، بالطريقه اللي احنا قلناها. المهم في الاخر الطفل ينطق جمله من كلمتين كويس. فرشه، قطن، مروحه. اشغل المروحه، اطفي المروحه، امسك مروحه، اشتري مروحه، وهكذا. ال 350 كلمه هتجيب على كل كلمه 10 12 جمله، يبقى الواد بيقول معاه جمله من كلمتين حلوه قوي. وزي ما اتفقنا في اخر جمله من كلمتين هتلاقي الطفل بقى ينطق معاك جمله من 3 كلمات حلوه. في ملحوظه صغيره هنا اغلب الاخصائيين بيسالها، هل يا ترى جمله من كلمتين لازم الطفل يبقى فاهم كل الجمل؟ لا مش شرط، بس يبقى فاهم اغلبها. الكلمه السهله بوضحها له. امسك، امسك، امسك.
اشوف اشوف اشوف، ارسم ارسم، بوضح بوريها له في الحقيقه، اشوط اشرب اكل امسح اضرب اخبط. الافعال السهله يحفظها مفيش مشكله. الافعال البعيده اللي مش جايبها خليه يقول جمله من كلمتين، المهم المرحله دي يقول جمله من كلمتين، واستغل الفهم في المرحله دي انه يبدا يفهم معاك. خلاص الطفل جاب معايا جمله من كلمتين. هو هنا بيقول لك في جمله من كلمتين هتعمل ايه بقى؟ بيقول لك اهم حاجه في جمله من كلمتين ان الطفل يقدر ينطق جمله من كلمتين، ان الطفل يفهم ويدرك الفعل المستخدم في جمله من كلمتين، زي امسك اشوط العب اشيل اضرب وهكذا. تمام؟ ان الطفل يعرف الصفات، قديمه جديده كبيره صغيره، صفات بسيطه حلوه وحشه الى اخره. تمام؟ وبيقول لك في المرحله دي درب على الاستفهام فين بس. يعني فين البطه؟ هيروح جايب البطه مديها لي. فين كذا؟ هيروح جايب كذا ومديهوله الى اخره. خلاص الطفل بقى يقول معايا جمله من كلمتين حلو والدنيا مشيت معاه، نفس اللعبه ابدا ادرب على جمله من 3 كلمات. طيب هدرب على جمله من 3 كلمات ازاي؟ هنا بيقول لك اهو بيراجع اللي فات، ان الطفل يبقى عارف الافعال اللي فاتت، الطفل يبقى مصنف الافعال كويس، بيعرف يستخدم الافعال، بيعرف ينطقها، بس هنا زود ايه؟ زود الضمائر. بمعنى نمسك حاجه من النص كده مثلا، او خلينا في مثلا موز. ماشي، موز، انا اكل موز، انا اكل موز، هو ياكل موز، هي تاكل موز، بابا ياكل موز، ماما تاكل موز. يبقى عرف الفعل مع المذكر والمؤنث، عرف يستخدم الضمائر واحنا شغالين. ويا سلام بقى لا تجيب له ولد وبنت يقعدوا جنبيه، عشان ما تقول هو تشاور على الولد، ياكل تشاور على الولد، هي تشاور على البنت، تاكل تشاور على البنت، انا تشاور على نفسك، اكل تشاور على نفسك. الموضوع ده لما يتكرر مع كل الجمل، جملة بقى من 3 كلمات، مع الموز، مع الخوخ، مع الخس، مع الكفتة، مع الكيكة، مع الشيبسي، مع المنشار، ال 350 كلمة. هتحط على ال 350 كلمة على كل كلمة 10 15 جملة، يبقى فيهم ضماير، يبقى فيهم مذكر ومؤنث، يبقى فيهم صفات. نمسك من النص حاجة على سبيل المثال، وبعد كده ايه نخش على المرحلة اللي بعديها. عاوزين حاجة سهلة مثلا، توك توك مثلا. يقول لك ايه؟ انا اركب توك توك، بابا يركب توك توك، ماما تركب توك توك، بابا يشتري توك توك، اشتري توك توك لعب، توك توك العب بيه، التوك توك بيقول عن توك توك يجري بسرعة، وهكذا حوالي 20 جملة، وهكذا مع ال 350 كلمة. خلاص الطفل بقى ينطق معايا جمل كويس وبقى حلو في الجمل، ابدأ أصعب الموضوع عليه. احنا كل اللي فات ده شغالين تلقين، الطفل بياخد مني المعلومة ويقولها، بيكرر ورايا، بيفهم، ولكن مش زي المرحلة الجاية. المرحلة الجاية دي كلها تعتبر اللغة البراجماتية. هشتغل بقى على الفهم، هشتغل على الإدراك. الطفل هو اللي هيبدأ يشتغل، الطفل هو اللي هيبدأ يحرك الدنيا معايا. تمام كده؟ تمام. المرحلة الجاية هي مرحلة الوصف. وصف موقف. هتجيب بقى من المكتبة كل المواقف، ممكن يبقى في المكتبة اسمها الأفعال اللي بتحصل في البيئة، حوالي 50-60 موقف، وتبدأ. بيقول لك الهدف ان انت تدرب الطفل على المواقف ايه؟ الهدف ان الطفل اهو بيقول لك ان الطفل يستطيع حكاية المواقف المختلفة اللي بتحصل له في البيئة. عيل ضربه في الحضانة يجي يقول لك محمد ضربني، شاف حاجة يجي يحكي لك ايه اللي حصل. بيقول لك ان الطفل هنا يتعرف على المفرد والجمع والفرق اللي بينهم. بيقول لك ان الطفل هنا يستطيع استنتاج جمل، هو يبدأ يطلع جمل من دماغه، الموضوع ما يبقاش تلقين. بيقول لك ان الطفل هنا الانتباه السمعي والانتباه البصري بتاعه يزيد، الادراك السمعي والادراك البصري بتاعه يزيد.
يقول لك ان الطفل هنا يعرف يستخدم زمن الفعل، ان الطفل هنا يعرف يستخدم الافعال نفسها، يعرف يستخدم الفعل مع المؤنث، يعرف يستخدم الفعل مع المذكر. يقول لك ان الطفل هنا يعرف يستخدم علامات الاستفهام. تمام كده؟ وابدا ادربه على الانفعالات. معانا هنا مثلا نجيب اول موقف. اهو، معرفش هي مقلوبه عندكم بس باين. شايف ايه يا محمد؟ يبدا محمد بقى يقول لي ايه؟ ولد بيشوط كوره، ولد لابس شورت اخضر، ولد لابس تيشيرت اصفر. محمد ولد بيشوط كوره، ولد لابس. ابدا لقنه واساله تاني. هو بيشوط الكوره الى اخره. خلاص محمد بقى يقول معاك والدنيا بقت ماشيه حلو. خش على اللي بعديه. شايف ايه يا محمد؟ نفس الموقف بس مع بنت. هي بتشوط كوره، هي لابسه كذا. طيب زمن الفعل هدرب عليه ازاي؟ هو الواد كان بيعمل ايه في الصوره اللي فاتت؟ الواد في الصوره اللي فاتت كان بيشوط الكوره. هو الواد كان لابس ايه في الصوره اللي فاتت؟ الواد في الصوره اللي فاتت كان لابس شورت. يبقى انت هنا دربت على زمن الفعل. خش على اللي بعديه. مجموعه بقى، هما بيشوطوا الكوره، هما لابسين كذا، هما بيلعبوا مع بعض كذا. طب البنت كانت بتعمل ايه في الصوره اللي فاتت؟ هي كانت بتلعب بالكوره، هي كانت بتشوط كوره، هي كانت زمن الفعل. طيب سيب دي وخش على اللي بعديه. نفس القصه. ولد، الواد ده بيعمل ايه يا محمد؟ مش عارف. انا اقول له ولد بيسقي الزرع، ولد بيسقي الزرع بالميه، ولد بيسقي الشجره، ولد بيرش ميه بالخرطوم، ولد لابس كذا. نفس القصه. بنت، هنبدا نستخدم مع المؤنث. بتمسك، بترش، بتسقي، هي بتعمل. يبقى استخدام الافعال مع المؤنث. سهله كده. اساله بقى، هو الواد في الصوره اللي فاتت كان بيعمل ايه؟ نفس اللعبه، هناخدها جمع. تمام. خش على الصوره اللي بعد كده. هنبدا بقى، هتلاقي كلها صور اهي. تمام، كلها افعال. وابدا اقول للطفل الواد ده بيعمل ايه، والبنت كانت بتعمل ايه في الصوره اللي فاتت. طب هما بيعملوا ايه؟ طب ماسك في ايده ايه؟ طب بيضحك ليه؟ خلي بالك بقى، شد خط تحت كلمه بيضحك هنا، لان انا هبدا ادرب على الانفعالات. يعني مثلا اهو، شايف ايه يا محمد؟ ولد خايف من الصرصار. الواد ده خايف ليه يا محمد؟ خايف من الصرصار. ده انت دربت على فعل خايف. طبعا بنفس الطريقه، ولد خايف من الصرصار، بنت خايفه من الصرصار. وابدا اطلع جمل من الصوره برضو، وادرب الطفل هيقول وهم خايفين من الصرصار. يبقى انا دربت على خايف. اجيب مثلا فعل بيعيط. الواد ده بيعمل ايه يا محمد؟ بيعيط. بيعيط ليه يا محمد؟ عشان العربيه بتاعته اتكسرت. نفس القصه البنت. واقول له الواد كان بيعمل ايه في الصوره اللي فاتت؟ بيعيط. الواد كان بيعيط ليه؟ عشان العربيه بتاعته اتكسرت. زمن الفعل. يبقى انا برضو ايه؟ خدت البنت. وهكذا. ابدا بقى، هتلاقي هنا ايه؟ هات له بقى حاجات خايف، حاجات مثلا بيعيط، حاجات مثلا بيضحك، حاجات فرحان، الى اخره مع الافعال. خلاص انا بدات ادرب على الوصف، والطفل بدا يوصف معايا كويس، والوصف شغال معاه كويس قوي، وبقى يوصف موقف حلو. خلي بالك الطفل اللي انت اشتغلت معاه وصف ده، انت واخده من اول الفيديو ما بيتكلمش اصلا، ما بينطقش اصلا، ما بيقلدش اصلا، ما بيستجيبش للامر اصلا. طب احنا عملنا ايه معاه في الاول؟ اشتغلنا معاه مهارات ما قبل اللغه الاول، اللي هي ايه عشان الناس اللي لسه داخله؟ اول حاجه عملنا دراسه حاله، عملت اختبار للطفل، عرفت قدراته ايه وقصته ماشيه فين. بعد كده اشتغلت معاه انتباه للاسم وتواصل بصري. بعد كده اشتغلت معاه تقليد. بعد كده تقليد
الحركات الفمية، بعد كده الانتباه المتقدم اللي قلنا هنشرحه في محاضرة تنمية المهارات، بعد كده قلنا هنشتغل معاه تقليد أصوات، بعد كده المرحلة السابعة قلنا هنشتغل معاه نطق كلمة من مقطع وشرحنا هنشتغلها ازاي، بعد كده نطق كلمة من مقطعين، بعد كده نطق كلمة من 3 و4 مقاطع، بعد كده دربت على جملة من كلمتين، بدأت أعرفه على الأفعال على بعض الصفات البسيطة، بعد كده دربت على جملة من 3 كلمات، وبرضه في ال3 كلمات اشتغلت على الأفعال، اشتغلت على المذكر والمؤنث، اشتغلت على الضمائر، اشتغلت على الصفات، بعد كده اشتغلنا مرحلة الوصف وزودنا عليها الحتة بتاعة التعرف على الانفعالات، التعرف على الأفعال مع المذكر والمؤنث مع المفرد والجمع، قلنا الانفعالات، قلنا زمن الفعل. خلي بالك في المرحلة دي الطفل لو حد ضربه في الحضانة هيجي يقول لماما فلان ضربني. الطفل هيبدأ يطلب اللي هو عايزه، الطفل هيبدأ يشتكي، الطفل هيبدأ يعترض، الطفل هتبقى عنده مهارات اللغة البراجماتية بدأت تنمو. خلاص الطفل بقى يوصف معايا والدنيا معاه بقت كويسة، أبدأ أدربه على حكاية قصة. هنجيب قصص بسيطة خالص من على النت من المكتبة، أنا ألف له قصص وأبدأ أدربه عليه. خلي بالك الطفل بيحكي جمل حلو والطفل بيوصف موقف حلو، اللي بيجيب جمل حلو هيجيب وصف حلو، واللي بيجيب وصف حلو هيجيب قصص حلو. وصلت الفكرة كده؟ وصلت. طيب يقول لك الهدف من القصص هنا ايه؟ الهدف من القصة ان الطفل يعرف بقى يسرد، يحكي موقف كبير، مش هيقول لك الواد بيعمل كذا والبيت، لا ده يحكي لك قصة، يدير حوار، هتنمي الذاكرة السمعية والبصرية عنده، هتنمي الانتباه السمعي والبصري عنده. تمام؟ بيقول لك الطفل بقى هنا هيعبر عن الانفعالات، يبدأ بيعيط ازاي، بيضحك ازاي، خايف ازاي، فرحان ازاي. تمام؟ هيجاوب على الأسئلة المختلفة، وابدأ هنا ارمي له حتة وظائف لحد ما تجيلي الوظائف قدام. تمام؟ طيب همسك قصة بسيطة خالص اهي، يلا يا محمد قول معايا. الصياد كان نايم على السرير، صحي من النوم دخل الحمام وغسل وشه بالمية والصابون واخد الشبكة بتاعته وراح البحر يصطاد سمك كتير. تمام كده؟ تمام. ابدأ اكرر القصة اكتر من مرة لحد ما الطفل يحفظ معايا القصة، وابدأ اسأله الصياد كان نايم على ايه؟ هيقول له الصياد كان نايم على السرير. الصياد لما دخل الحمام عمل ايه؟ غسل وشه بالمية والصابون. الصياد غسل وشه بايه؟ بالمية والصابون. الصياد راح البحر ليه؟ عشان يصطاد السمك من البحر. الصياد هيصطاد السمك بايه؟ بالشبكة بتاعته. وصلت الفكرة؟ اسئلة كتير على القصة. طيب خلاص خلص القصة دي، هخش على القصة اللي بعديها. مثلا الولد كان ماشي في الشارع، لقى تفاحة وقع على الأرض، أخد الولد التفاحة وأكلها، وبعد ما أكلها بطنه وجعته. ماما أخدت الولد للدكتور في المستشفى، والدكتور قال للممرضة ادي الولد الحقنة، وبعد ما أخد الحقنة خف الولد وخرج يلعب مع أصحابه تاني. أبدأ أسأل الولد بطنه وجعته ليه؟ الولد لقى إيه في الشارع؟ الدكتور قال للممرضة ايه؟ الممرضة عملت ايه مع الولد؟ مين ادى الولد الحقنة؟ ماما اخدت الولد لمين؟ الدكتور شغال فين؟ الولد بعد ما خف خرج يعمل ايه؟ اسئلة كتير عشان تضمن ان الطفل بقى فاهم. كان فيه 2 اخوات، ولد وبنت، بيلعبوا بطيارة ورق، والطيارة وقعت فوق الشجرة. قام الولد جاب السلم عشان يجيب الطيارة، وجاب الولد السلم وطلع جاب الطيارة، ولعب الولد والبنت مع بعض تاني. يبدأ يسأل أسئلة على القصة دي كتير، وهكذا حوالي 30-40 قصة ابدأ احكي فيها. في هنا وظايف بقى، الحنفية اللي في البيت باظت، بابا اتصل بالسباك والسباك جه وشال الحنفية القديمة وركب الحنفية الجديدة والحنفية اشتغلت تاني.
البنت عاوزة تاكل بطاطس، قالت لماما انا عايزة بطاطس. ماما راحت السوق واشترت البطاطس وقطعت ماما البطاطس بالسكينة وغسلت ماما البطاطس وعملت لماما، وهكذا. معاك حوالي 20 من 20 ل 30 قصة. ابدأ هات القصص وابدأ احكي للطفل القصص، وابدأ اسأل الطفل على الأحداث اللي موجودة في القصة. الواد كان بيعيط ليه؟ عشان الدكتور اداله حقنة. الواد كان فرحان ليه؟ عشان ماما جابت له بالونة. مين اللي ادى الواد الحقنة؟ مين اللي صلح الحنفية؟ مين اللي صلح اللمبة؟ بابا كان بيسوق العربية في الشارع والعربية عطلت منه، بابا اتصل بالميكانيكي والميكانيكي جه وصلح الميكانيكي العربية، وبابا رجع الشغل تاني. الولد اتعرف على الميكانيكي وتعرف ان الميكانيكي بيصلح العربية. ابدا اسال اسئله كتير على القصص بحيث ان الدماغ دي اشتغل. خلاص الطفل بقى يحكي قصه والدنيا مشيت معاه حلو، وخلاص الدنيا بقت تمام معاه في القصص. اخش على المرحله اللي بعد كده. تمام. خلي بالك في ناس بتيجي في المرحله بتاعت القصص دي بتوقف تخاطب. الام خلاص الواد بقى يتكلم والواد بقى حلو، مش عاوزه تكمل بعد كده. مفيش مشكله، كويس ان الطفل انت مستلمه اصلا ما بينطقش ووصل لمرحله انه يحكي قصه، مفيش مشكله. في امهات عايزه تكمل مع الطفل توصل معاه لمرحله اعلى من كده، مفيش مشكله برضه. وصلت الفكره؟ بس اهم حاجه ما تشتغلش مرحله الا لما الطفل يكون واصل لها. زي ما احنا قلنا في الاول خالص، اول الفيديو خالص، في دراسه الحاله قلنا احنا جبنا دراسه الحاله وبدانا نختبر الطفل ونشوف واقف لحد فين عشان اعرف ابدا معاه منين. ابرز مشكله بتقابلنا ايه؟ ان الطفل ما بيتكلمش اصلا وانت شغال معاه قصص. الطفل ما بيقلدش اصلا وانت شغال معاه بالكروت وتصنيف. الطفل لسه مش فاهم اصلا وانت شغال معاه وصف. لو انت التزمت بسلم اللغه اللي احنا قايلينه ده، سواء انت شغاله مع ابنك في البيت سواء انت شغال اخصائي في مركز، هتوصل مع الطفل لمرحله كويسه جدا جدا. واللي بيتحكم في الكلام ده ايه؟ شده الاعاقه بتاعت الطفل والخبره بتاعت الاخصائي والوقت الشغل مع الطفل. ما هو الطفل اللي بيشتغل نص ساعه مش زي الطفل اللي بيشتغل ساعه، مش زي الطفل اللي بيشتغل ساعتين وثلاثه. اللعبه كلها في التكرار. الكلام اللي احنا بنحكيه ده كله الناس عارفاه. طب المشكله فين؟ ان انت بتبدا مع الطفل مرحله هو مش محتاجها او مرحله اعلى منه. يعني الطفل محتاج يشتغل من اول الوصف، انت شغال معاه تخاطب تصنيف كلمه وكلمتين. طيب الطفل لسه ما بيعرفش يقلد، انت شغال معاه وصف موقف. ما انت لو فضلت تشتغل وصف موقف 50 سنه مش هيجيب. يبقى اللعبه فين؟ ان انا التزم بالدرجه بتاعت الطفل على سلم اللغه. وصلنا دلوقتي لمرحله القصه المصوره وخلصناها. هنخش بقى على المواد الخام. المواد الخام دي قمه اللغه البرمجياتيه عند الطفل. نفس القصص بس انت هتطلع من القصه حاجه مفيده. تدربت الطفل على القصص وعرفته شويه وظائف وعرفته شويه افعال وعرفته زمن الفعل. طب ما تيجي تديله الماده الخام، هتجيب له بقى الخشب والقطن والقماش والحبوب والكلام ده كله وتحولها له القصه ببساطه خالص. ايه ده يا محمد؟ كرسي. الكرسي مصنوع من ايه يا محمد؟ الكرسي مصنوع من الخشب. بنجيب الخشب منين يا محمد؟ بنجيب الخشب من الشجر. طب بنجيب الشجر منين يا محمد؟ الفلاح بيزرع الشجر في الارض، ولما الشجر يكبر الناس بتقطعه وبياخدوه يودوه المصنع، والمصنع يعمل من الشجر خشب، والنجار بيشتري الخشب يعمل منه كرسي وترابيزة ودولاب وسرير وباب وشباك، واحنا بنشتريهم. وتبدأ تقول له بقى عشان الكرسي بنقعد عليه، والدولاب بنحط فيه الهدوم، والباب بنفتحه، والشباك بنقفله، وهكذا. يبقى انت المادة الخام فهمت للطفل اصلها فين. الطفل اللي ما كانش بيتكلم معاك في اول الفيديو خالص وصل معاك لمرحلة ايه؟ انه بقى يفكر المادة الخام جاية منين. نفس اللعبة. القماش، ايه ده يا محمد؟ قميص وبنطلون، هدوم. احنا بنجيب الهدوم منين يا محمد؟ او بنصنع الهدوم منين؟ من القماش. طب بنجيب القماش منين؟ من القطن.
طيب بنجيب القطن منين؟ يبدأ يحكي قصة. الفلاح بيزرع القطن في الأرض، ولما القطن بيكبر الفلاح بيجمعه وبياخد القطن يوديه المصنع، أو المصنع بيشتري القطن من الفلاح، والمصنع بيعمل من القطن قماش، والترزي بيعمل من القماش هدوم. هدوم زي إيه يا محمد؟ قميص وبنطلون وفستان وجلابية إلى آخره. ابدأ اسأل بقى الأسئلة اللي كنت بتسألها في القصص. هو مين اللي زرع القطن في الأرض؟ هو القطن مصنوع من إيه؟ هو مين اللي عمل القماش قميص وبنطلون؟ هو مين هو مين هو مين؟ عمل ايه عمل ايه عمل ايه وبايه الى اخره. خش مثلا في قصة تانية. الورق نفس القصة. ابدأ احكي له الورق جه منين واصله ايه وعملنا بيه ايه ومين اللي عمله ومين اللي عملوش. نفس القصة. الدقيق وعملنا بيه ايه وصنعنا ايه وهكذا. هات له بقى كل المواد الخام، القماش والازاز والبترول والكهرباء والدقيق والعيش والقمح والصلصة والعسل والسكر والملح الى اخره. خلاص الطفل خلاص بقى يقول معاك مواد خام حلو، والدنيا بقت كويسة مع الطفل والدنيا ماشية معاه حلو. خش على المرحلة اللي بعديه. ايه المرحلة اللي بعد كده؟ الوظائف والاماكن. انت خلاص بقى الشغل اللي جاي كله ده معرفي. الشغل اللي جاي كله معرفي. الطفل خلاص بقى يعرف يتكلم، بقى يعرف يجاوب على الاسئله، بقى يعرف يدير الحوار. خلاص بقى عرفه الوظائف والدنيا حواليه ماشيه ازاي. هات كل الوظائف اللي موجوده عندك في البيئه. الضابط والدكتور والمدرس والنقاش والحلاق والميكانيكي والسباك والطيار والسواق والبحار والصياد. كل الوظائف اللي موجودة عليه. وهتبدأ تعرض على الطفل الوظيفة. مثلا اهي. ايه ده يا محمد؟ السواق بيعمل ايه يا محمد؟ بيسوق العربية في الشارع. بيركب العربية ويوصلنا عشان نروح المشاوير بتاعتنا ونروح الشغل. ويبدأ يسأل بقى أسئلة. مين اللي بيسوق العربية؟ السواق بيسوق العربية فين؟ السواق بيسوق ايه؟ احنا بنركب العربية ليه؟ الى اخره. هات مثلا اي وظيفة تانية، وليكن الكهربائي. مين ده يا محمد؟ الكهربائي بيعمل ايه؟ بيصلح الكهرباء، يصلح اللمبة، بيصلح المروحة. تمام. هات مثلا الطيار، هات المدرس، هات عامل النظافة، هات الفلاح، هات النجار، هات الممرضة. الوظائف المساعدة. انا مش هدرب على الوظائف الاساسية بس، انا بدرب على الوظائف المساعدة. يعني انت دربت على الضابط، درب على العسكري، درب على عسكري المرور، درب على بتاع المطافي، دربت على الدكتور، درب على الممرضة، دربت على السواق، درب على الكمساري، دربت على المهندس، درب على العامل الى اخره. المدرس بيشتغل فين؟ في المدرسه. المدرس بيعمل ايه؟ بيعلم التلاميذ في الفصل وتوري له الصوره. ممكن توري له فيديوهات على الموبايل للموقف نفسه. لنجار شغال، لحلاق شغال، لسواق شغال، لميكانيكي شغال. لو تقدر توري له الحاجه في الحقيقه وريها له. خده عند الميكانيكي الحقيقي، خده عند الحلاق الحقيقي، خده عند النجار الحقيقي الى اخره. خلاص الطفل عرف معايا الوظائف والدنيا مشيت معاه في الوظائف. ابدأ صعب الموضوع كمان وكمان. المعكوسات. طيب انا هدرب الطفل على المعكوسات ازاي؟ ببساطة خالص. هتجيب كوباية كبيرة خالص وكوباية صغيرة خالص في البيت. فين الكوباية الكبيرة يا محمد؟ اهي. فين الكوباية الصغيرة يا محمد؟ اهي. دي اكبر من دي. هتجيب طبق كبير اللي هو الطش ده وطبق صغير. فين الطبق الكبير يا محمد؟ اهو. فين الطبق الصغير يا محمد؟ اهو. ده اكبر من ده وده اصغر من ده. نفس القصة طويل وقصير، نفس القصة تخين ورفيع، نفس القصة فوق وتحت، نفس القصة شمال ويمين، نفس القصة قريب وبعيد، نفس القصة كتير وقليل الى اخره. خلاص انا دربت محمد على البيئة كويس، وعرفت محمد بقى الفرق بين الكبير والصغير، الطويل والقصير، التخين والرفيع. ابدأ اسأله ايه ده يا محمد؟ كورة. هي دي كام كورة يا محمد؟ كورة واحدة. طبعا انا بساعد،
الطفل اللي مش عارف يجاوب بلقنه الإجابة مرة واتنين وتلاتة عشان يفهم السؤال ويعرف الإجابة. خلاص محمد قال دي كورة. الله، فين الكورة الكبيرة أهي؟ فين الكورة الصغيرة يا محمد أهي؟ دي أكبر من دي ودي أصغر من دي. عدهم كم كرة يا محمد؟ عدهم كم كرة يا محمد؟ 2 1 2. صعب الموضوع. عدوا كم كرة يا محمد؟ 1 2 3 4. فين أكبر كرة خالص يا محمد؟ أهي. فين أصغر كرة خالص يا محمد؟ أهي. الكرة دي أكبر كرة خالص والكرة دي أصغر كرة خالص. دي أكبر ولا دي يا محمد؟ دي أكبر. دي أصغر ولا دي يا محمد؟ دي. وهكذا. نفس القصة. عربية عندها كم عربية؟ عربية واحدة. أكبر منه وأصغر من. فين العربية الكبيرة؟ فين العربية الصغيرة؟ عدهم. فين أكبر عربية خالص؟ فين أصغر عربية خالص؟ عدهم كم عربية بنفس الطريقة. نفس القصة. سمكة، عدهم كم سمكة. فين السمكة الكبيرة؟ فين السمكة الصغيرة؟ فيل، فين الفيل الكبير؟ فين الفيل الصغير؟ أكبر سمكة خالص، أصغر سمكة خالص، إلى آخره. خش بعد كده على طويل وقصير بنفس الطريقة. عدهم كم نخلة. فين النخلة الطويلة؟ فين النخلة القصيرة؟ فين أطول نخلة خالص؟ فين أقصر نخلة خالص؟ مع كبير وصغير، طويل وقصير. لسه طويل وقصير أهو، الواد الطويل والواد القصير، المعلقة الطويلة والمعلقة القصيرة، نفس اللعبة. فين البلية الكبيرة؟ فين البلية الصغيرة؟ إيه دول؟ بلية. عدهم كم بلية أهم. طب فين البلي الكتير؟ فين البلي الحبة الصغيرين؟ وهكذا مع كل المعكوسات بقى. هات كل المعكوسات، كبير وصغير، تخين ورفيع، طويل وقصير، فوق وتحت، شمال ويمين، أسرع وأبطأ، نظيف ومتسخ، طري وخشن إلى آخره، أو طري وناشف، خشن وناعم إلى آخره. كل المعكوسات اللي معاك في البيئة ابدأ درب الطفل عليها وابدأ اسأل أسئلة عن المعكوسات. خلي بالك المرحلتين اللي جايين دول مهمين جدا. مرحلة الألوان والأشكال الهندسية. ليه مهمين جدا؟ لأن المرحلتين دول أنت هتبدأ تمسك الطفل فيهم القلم. أنت هتبدأ تمسك القلم للطفل، هتبدأ تطلب من الطفل إنه يرسم، هتبدأ تطلب من الطفل إنه يلون. على سبيل المثال الألوان، أنت في الأول بتدرب على الألوان الأساسية بس، وليكن اللون الأحمر. هتجيب للطفل أي حاجة حمراء في البيت، طماطم، تفاح، فراولة، رمان، تين، وابدأ أقول له في الحقيقة قبل ما نخش على الصور بتجيب الحاجة في الحقيقة. إيه ده يا محمد؟ طماطم. هي الطماطم لونها إيه؟ الطماطم لونها أحمر. إيه ده يا محمد؟ فراولة. هي الفراولة لونها إيه؟ الفراولة لونها أحمر. إيه ده يا محمد؟ رمان. هو الرمان لونه إيه؟ الرمان وهكذا. بعد كده مثلا تخش على الأصفر، هتجيب موز في الحقيقة، هتجيب مشمش في الحقيقة، هتجيب مانجا في الحقيقة. إيه ده يا محمد؟ موز. الموز لونه إيه؟ أصفر. وهكذا، بني، أسود. هتدربه على الألوان الأساسية فقط، أبيض، برتقالي. وهتجيب له بقى شوية ألوان عشان تثبت المعلومة عنده، وترسم له الفواكه والخضروات دي وتخليه يلونها. ارسم له جزرة ويوسفي وبرتقالة ودول لون برتقاني، وقول له يلا لون الجزرة بالبرتقاني، لون اليوسفي بالبرتقاني، لون كذا بالبرتقاني. هتجيب له مثلا ابيض، مش هيعرف يلون الابيض لان الورقه بيضه، سيبك من الابيض يعرفه وخلاص. هات له مثلا اللون الاحمر، اللون الاسود، اللون الاخضر. اخضر زي ايه؟ الفلفل ده لونه ايه؟ طب يلا لون الفلفل بالاخضر. انت هنا ضربت عصفورين بحجر، خليت الطفل يحفظ الالوان، وراجعت معاه الفواكه والخضروات والالوان والاسئله والكلام ده كله، ومسكته القلم.
ما دام الطفل مسك القلم مش هيسيبه في المراحل اللي جايه دي. خلاص الطفل عرف الالوان، ابدا ادرب على الاشكال الهندسيه بنفس الطريقه. نقطه ارسم نقطه، مثلث ارسم مثلث، مربع ارسم مربع، دايره ارسم دايره، خط مستقيم ارسم خط مستقيم. طب يلا نلونهم. راجع بقى الاهداف اللي فاتت، مثلث كبير ومثلث صغير، دايره كبيره ودايره صغيره، مثلث اصفر ومثلث احمر، دايره سودة دايره بيضة، كبير وصغير، الالوان. طب لون، طب ارسم، طب عد. ارسم له 5 مثلثات واقول له عدهم كم مثلث، 5 مربعات عدهم كم مربع، لون. خلاص الطفل عرف الالوان والاشكال الهندسيه. هتبدا المرحله اللي قبل الاخيره وهي العلاقات. والمرحله دي مهمه، خلي بالك احنا من اول الوصف، احنا من اول مرحله الوصف اللي احنا اشتغلناها، وينفع الكلام ده تشتغله مع اطفال النورمال. مش لازم الطفل يكون محتاج تخاطب، لا انا ممكن اشتغلها مع العيل العادي، مع العيل في الحضانه، مع عيل الروضه، اشغل دماغه. ولو الطفل واقع في حاجه من دي ببدا اشتغل معاه. بس احنا اللي كان يهمنا الايه، ان احنا نجيب سلم اللغه من اوله. طيب خلاص، هتبدا بقى الطفل عرف كل اللي فات وعرف الاشكال الهندسيه وعرف الكلام ده كله. هتبدا تجيب المجموعات الضمنيه القديمه خالص اللي هي 350 كارت اللي احنا اشتغلنا بيهم في الاول خالص، واشتغلنا تصنيف والعلاقات وادراك العلاقات والكلام ده، وابدا احطها له واعلمه يقارن بينهم. يعني مثلا هجيب موزه توم وجمل وفيل وديك وبغبغان. جبت فاكهة، جبت خضار، جبت حيوان أليف، جبت حيوان بري، جبت طير أليف، جبت طير بري. وابدأ أمسك الموز بس أعمل عليه درس. إيه ده؟ موز. الموز من إيه؟ الموز من الفاكهة. الموز لونه إيه؟ الموز لونه أصفر. بنشتري الموز منين؟ بنشتري الموز من السوق او من عند الفكهاني او من السوبر ماركت على حسب البيئه بتاعته. بنجيب الموز منين؟ الفلاح بيزرع الموز في الارض. او مين اللي بيزرع الموز؟ الفلاح هو اللي بيزرع الموز في الارض. خلي بالك احنا لو شغالين بالطريقه دي مع اطفال التوحد الاوكولاليا هتختفي من عنده. ليه؟ لان في اسئله واجوبه وحاجات شغاله على الفهم، فالكلام بيشتغل والحصيله اللغويه بتزيد. خلاص عرفته الموز، خش على اللي تحتيه التوم. التوم من ايه؟ التوم من الخضار. التوم لونه ايه؟ التوم لونه ابيض. بنشتري التوم منين؟ من السوق او من عند بتاع الخضار او من السوبر ماركت. مين اللي بيزرع التوم؟ الفلاح. ابدا درب على المقارنه بقى. ايه الفرق بين الموز والتوم؟ طب ايه التشابه بين الموز والتوم؟ يبدا الطفل بقى يقول لي الموز فاكهه لكن التوم خضار. طب ايه التشابه؟ الموز والتوم الاتنين بيتاكلوا والاتنين بيتقشروا والاتنين الفلاح بيزرعوا. طب تعرف تقول لي اختلاف تاني؟ الموز لونه اصفر لكن التوم لونه ابيض. نفس اللعبه الجمل والفيل، هبدا اشرح له الجمل وابدا اشرح له الفيل. ايه الاختلاف اللي بينهم وايه التشابه اللي بينهم؟ هيبدا يقول لي التشابه بين الجمل والفيل ان الاتنين حيوانات. طب ايه التشابه؟ ان الاتنين حيوانات. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان مثلا الفيل تخين قوي اتخن من الجمل، ان الفيل عنده زلومه طويله الجمل ما عندوش، ان الجمل رقبته طويله الفيل ما عندوش رقبه طويله، الى اخره. ابدا يقارن بين الديك والبغبغان. هبدا اعرفه ايه ده؟ الديك من ايه؟ من الحيوانات من الطيور الاليفه، بنذبحه وبناكله. الديك بيقول ايه؟ بيقول وهكذا. طب قارني بين الايه؟ البغبغان والديك. قول لي ايه الشبه بين البغبغان والديك، قول لي ايه الاختلاف بين البغبغان والديك. خلصت الدرس ده اخش على الدرس اللي بعده. جايب فاكهه، جايب خضار، جايب حيوان اليف، جايب حيوان بري، جايب طير اليف، جايب طير بري. يلا وابدا افهمه التين اصله ايه وفصله ايه وجه منين وراح فين. ابدا افهمه الخس اصله ايه وفصله ايه وجه منين وراح فين ومين اللي زرعه واشتريناه منين ولونه ايه والكلام ده كله. ابدا اعلمه يقارن بين الاثنين. ايه الفرق بين التين والخس؟ ان التين لونه احمر والخس لونه اخضر، ان التين فاكهه والخس خضار. طب ايه التشابه؟ ان الاثنين بيتاكلوا والاثنين الفلاح بيزرعوا
القطة، ايه الفرق بين القطة والدب؟ التشابه بين القطة والدب. البطة والنعامة، ايه الفرق بين البطة والنعامة؟ وهكذا. حوالي كده الدرس بتاع حوالي 35 درس. 35 درس دول فيهم حيوانات أليفة، فيهم وسائل مواصلات، فيهم اللي هي الأماكن بتاعة الشغل، فيهم كل حاجة. ابدأ قارن بقى بين المدرسة واسم الشرطة. قول لي ايه التشابه بين المدرسة واسم الشرطة؟ ايه الاختلاف بين المدرسة واسم الشرطة؟ ايه التشابه بين المعلم والضابط؟ ايه الاختلاف بين المعلم والضابط؟ ايه التشابه بين القطر والعربية؟ ايه الاختلاف بين القطر والعربية؟ ايه التشابه بين القطة والكلب؟ ايه الاختلاف بين القطة والكلب؟ ايه التشابه بين الموز والبطيخ؟ وايه الاختلاف بين الموز والبطيخ؟ ابدا اسال اسئله واديله الاجابات بتاعتها واعلمه التشابه والاختلاف، الالوان، الوظائف، الاشكال الهندسيه، الافعال، الاجابه على الاسئله الاجتماعيه، كل الحاجات اللي احنا اتدربنا عليها في المرحله اللي فاتت بدرب عليها في العلاقات. خلصت العلاقات والطفل بقى معايا حلو والطفل بقى معايا كويس والدنيا ماشيه معاه حلو، ابدا اخش على المرحله الاخيره وهي تصنيف السخافات. دي اخر مرحله في سلم اللغه، لو الطفل وصل لها يبقى كده الطفل مش محتاج تخاطب تاني. ان شاء الله المحاضره الجايه هنعملها عن التخاطب ونشرح بيها فيها مشاكل التخاطب. الطفل بيجي لي مشكلته ايه، الطفل بيجي لي بشتغل معاه ايه، تشخيصه ايه، اشتغل معاه ازاي، الكلام ده كله. والمحاضره اللي بعديها هنشتغل ازاي اعلم الطفل القراءه والكتابه. طيب خلينا هنا في اخر مرحله وهي السخافات. بغطي الصوره الحقيقيه وبوري له الصوره اللي هي الخاطئه، واقول له بص على الصوره دي، ايه الغلط في الصوره دي يا محمد؟ هيبدا الطفل يفكر، يقول له الحمار ما بيستحماش بالدش. امال ايه الصح يا محمد؟ الانسان هو اللي بيستحمى بالدش. ابدا اغطي ايدي واقول له ايه الغلط في الصوره دي يا محمد؟ يقول لي الخروف ما بياكلش لحمه. امال ايه الصح يا محمد؟ الخروف ياكل برسيم. ابدا اقلب على الصوره اللي بعديها، ايه الصح يا محمد وايه الغلط؟ ايه الغلط في الصوره دي؟ الطياره ملهاش جناحات. امال ايه يا محمد؟ الصح ان الطياره الجناحات بتاع الطياره دي مش دي. نفس القصه، الولد لابس الساعه في رجله، ما ينفعش، المفروض يلبس الساعه في ايده، وهكذا. افضل اجيب للطفل سخافات كتير 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 لحد ما يبدا يصنف السخافات ويعرف الفرق بين ده وده. يبقى انا كده عرفت الطفل سلم اللغه من البدايه للنهايه. نبدا نراجع مع الطفل سلم اللغه بسرعه، وبعد كده نفتح الاسئله 10 دقايق، لان احنا كده بقالنا ساعتين في المحاضره. مراجعه بسيطه، خلي بالك الناس اللي معانا من اول المحاضره اكتب الكلام بتاع المحاضره ده في كراسه عشان المحاضره القادمه هتترتب عليها. احنا بدأنا المحاضرة بايه؟ بأول حاجة دراسة الحالة. قلنا هنعمل دراسة حالة، في ناس بتبقى عاملة دراسة الحالة عبارة عن ورقة، وفي ناس عاملة دراسة الحالة 12 ورقة. انت حر. دراسة الحالة دي بعمل فيها ايه؟ بعرف تاريخ الطفل كله، اسمه وسنه وعنوانه وابوه واخواته واشتغل عند مين قبل كده، والام بتشتكي من ايه، والمشكلة بتاعت الطفل ايه، بيحب ايه، ما بيحبش ايه، المعززات اللي بيحبها، المعززة او ايه المنفرات اللي ما بيحبهاش، بيعرف يعمل حمام ولا لا، التاريخ المرضي بتاعه، اشتغل مع مين قبل كده، عمل ايه. دي دراسة الحالة. اهم حاجة في دراسة الحالة اعرف المعززات بتاعت الطفل. طيب اهم سؤال قلناه في دراسة الحالة، الطفل بيقلد ولا لا، وبيطيع الاوامر ولا لا. واتفقنا قلنا بعد دراسة الحالة هختبر انا الطفل. يا ماما لما تقولي للطفل حط الطبق في الحوض بيحطه ولا لا؟ يا ماما لما تقولي للطفل هات المعلقة من الدرج بيجيبها ولا لا؟ اعرف فاهم ولا لا. واشوف الطفل واقف لحد فين في سلم اللغة وابدأ معاه. قلنا سلم اللغة ايه؟ اول حاجة الانتباه للاسم والتواصل البصري، وشرحناه بما فيه الكفاية. رقم 2 التقليد، وقلنا 55 حركة هندرب الطفل وهو يقلدهم واحنا بنقول له اعمل زيي. رقم 3 تقليد الحركات الفمية، وقلنا حوالي 25 حركة هدرب الطفل عليهم. رابع حاجة قلنا الانتباه المتقدم، ودي رابع حاجة قلنا قطاعة الأوامر. خامس حاجة طبعا قطاعة الأوامر اللي هو اللي اغسل وشك، شيل الشنطة، حط كذا، شيل كذا، طلع كذا، نزل كذا، هات كذا من كذا، هات القلم من الشنطة،
هات المعلقه من الدرج، هات الطبق من الحوض، هات الازازه من التلاجة، هات الكرة من السله، هات الورقه من الكراسه. تمام. قلنا اوامر كتير. خامس مرحله قلنا الانتباه المتقدم، ودي اوامر كتير واكتر واصعب، اللي هي البازل والخرز والدين الصلصال والكلام ده كله، وهندرب عليه في المحاضره بتاعه تنميه المهارات. بعد كده قلنا هندرب الطفل اللي هو يقلد معانا الاصوات. هجيب له كل الاصوات اللي موجوده في البيئه، القطه والبطه والفرخه والديك والمعزه، حوالي 55 صوت، واتفقنا ندرب ازاي. بعد كده هندرب الطفل على نطق كلمه من مقطع واحد، حوالي 50 كلمه. بعد كده ادرب الطفل على نطق كلمه من مقطعين، حوالي 150 كلمه. بعد كده ادرب الطفل على نطق كلمه من 3 و4 مقاطع. بعد كده ادرب الطفل على نطق جمله من كلمتين. وفي المرحله دي انا بعمل ايه؟ في نطق كلمه من كلمتين بدرب على الفعل، اكل، اشرب، اشيل، احط، اشوط، على بعض الصفات، كبير، صغير، طويل، قصير، حلو، وحش، الى اخره. بعد كده ابدا ادرب على جمله من 3 كلمات. جمله من 3 كلمات دي احط فيها الضمائر، واحط فيها الافعال، واحط فيها المذكر والمؤنث، واحط فيها الملكيه، واحط فيها الصفات. بعد كده ابدا ادرب على الوصف، وصف موقف. الطفل بقى مش بلقنه، الطفل هو اللي بيقول، الطفل هو اللي بيحكي، الطفل هو اللي بيدير الحوار. ابدا اجيب له مواقف للمؤنث، مواقف للمذكر، مواقف للمفرد، مواقف للجمع، وابدا ادرب على زمن الفعل. الواد ده بيعمل ايه والبت عملت ايه في الصوره اللي فاتت، البت دي بتعمل ايه والولد عمل ايه في الصوره اللي فاتت، وابدا احط وصيها التدريب على الانفعالات. المرحله اللي بعد كده مرحله حكايه قصه، وبعد ما احكي له القصه البسيطه ابدا اساله مين اللي عمل كذا، الصياد عمل ايه، الصياد صاد السمك بايه، الولد اخد الحقنه ليه، مين اللي ادى الولد الحقنه، ماما خدت الولد للمستشفى ليه، بابا اتصل بالمهندس ليه، ماما راحت السوق ليه، ماما اشترت ايه من السوق. اسئله كتير. وابدا ادربه على الانفعالات، وابدا اعرفه الوظائف. بعد كده ابدا ادرب على المواد الخام. قلنا المواد الخام شبه القصص خالص، بس انا بزود المعرفي. بعد كده ابدا ادرب على الوظائف، يعرف كل الوظائف اللي في البيئه، يعرف كل الاماكن اللي بتشتغل فيها الوظائف دي، يعرف الادوات بتاعه الوظائف دي، يعرف الوظائف المساعده. يعني عرفته الدكتور اعرفه الممرضه، عرفته الضابط اعرفه العسكري، عرفته المهندس اعرفه العامل، عرفته السواق اعرفه الكمساري، عرفته الطيار اعرفه المضيف، عرفته البحار اعرفه، وهكذا. خلصت الوظائف ابدا ادرب على الالوان والاشكال الهندسيه، ابدا ادرب على المعكوسات، ابدا ادرب اخر حاجه على العلاقات. خلصت العلاقات والطفل بقى يقارن بين الحاجه، بين ده ايه، ده لونه كذا، ده فاكهه، ده خضار، ده بيجري، ده بطيء، ده سريع، ده تخين، ده رفيع. خلاص بدا يقارن وبدا حلو. ابدا ادرب على السخافات اخر حاجه. ويبقى كده سلم اللغه خلص معانا. هنفتح باب الاسئله 5 دقايق، وان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم فيها عن حالات التخاطب اللي هتقابلنا وازاي نشتغل معاها. تمام. اللي ما عندوش اسئلة خلاص يخرج من البث، واللي عاوز يسأل يبدأ يسأل بسرعة، عشان احنا كده بقالنا ساعتين في البث. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة راحت فين؟ أستاذة شيماء، الله يبارك لك يا دكتور وينفع بيك، ما شاء الله مجهود رائع. ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذة شيماء، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الصوت سابق الصورة؟ لا، الشبكة بس، الشبكة عندك ضعيفة يا أستاذة أسماء، الشبكة عندك ضعيفة، الصوت واضح. منور يا دكتور. دكتورة زينب، ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة زينب، ربنا يبارك في حضرتك. دكتور أحمد عبيد، ربنا يبارك فيك يا دكتور أحمد. مشكلة أطفال التوحد، عارف كل حاجة بس استقبالي فين وهات وكذا. بقيت السؤال إيه يا أستاذة نادية؟ لو قلد لفظي يبقى صوت أو كلمات بسيطة، رافض يقلد لفظي. طيب يا أستاذة نادية، هو رافض يقلد لفظي، اشتغلي معاه من أول بقى الأصوات. هات الأصوات بالصورة اللي احنا حكيناها، بأسلوب فيه لعب، بأسلوب فيه تنطيط، بأسلوب فيه فرح، بأسلوب فيه مرح، هتلاقيه بدأ يقلد معاك. اضغطي بقى البرنامج، ما هو بالطريقه اللي احنا حكيناها دي هيتكلم، بس اضغطي. ما دام فاهم وما بيتكلمش، ابداي هاتي من اول الاصوات باسلوب الطفل يحبه. ابداي ساعدي، بيب بيب، اضغطي على المهرج خليه يطلع.
اي يلا اضرب العصفوره، يلا العصفوره بتقول، هاتيها باسلوب في مرح هيجيب. افتحي بقه واحده واحده بالمعزز هيجيب معاكي. بعد كده هيبدا يمشي معاكي في الترتيب اللي احنا حكيناه. استاذ عبد الله، تدريب المعلمين امتى؟ استاذه اسماء، احنا ان شاء الله يا استاذه اسماء هنعمل احنا كورسات وهنشرح كل حاجه للناس عايزينها. اما بتاع وزاره التربيه والتعليم انا ما اعرفش، هم اللي هيقولوا. المرحله رقم 6، ايه المرحله رقم 6 يا استاذه اميره؟ ايه المرحله رقم 6؟ قولها لنا تاني اللي انت عايزه فيها شرح. دكتور محمود يونس، ربنا يبارك فيك يا دكتور، منور يا باشا البلد، ربنا يبارك فيك. دكتوره بسمه، ربنا ينفع بحضرتك وعلمك يا رب، احنا واياكم يا رب، احنا واياكم. استاذه رشا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما شاء الله، ربنا يبارك في حضراتكم. مسجله الاسمين اللي بيسال، المحاضره مسجله، المحاضره مسجله. استاذه علا، دخلت متاخر، هيبقى البث محفوظ؟ ايوه البث اولا هيبقى محفوظ، ثانيا هحط لكم الاماكن اللي البث هيبقى فيها، اللي هو على الانستا وعلى اللهم صل على النبي، وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، عشان المحاضرات القديمه اتمسحت، وده هيفضل محفوظ على الجروب. انا اقدر اوصل للمراحل المتقدمه دي مع طفل توحد بسيط؟ ايوه طبعا. استاذه يمنى، ايوه طبعا، ما انا هشوف الطفل واقف لحد فين وابدا من المرحله اللي قبليها. طبعا تقدري توصلي، بس المهم ايه يا جماعه؟ زي ما اتفقنا ان الشغل يبقى على مدار اليوم. شغل النص ساعه مع التوحد ده ما ينفعش، وان الشغل يبقى الهدف اللي الطفل محتاجه. ما احنا الكلام ده احنا عاملين نكرره طول المحاضره. ما ينفعش يبقى الطفل لسه مش فاهم وشغال معاه تخاطب تصنيف. ما ينفعش يبقى الطفل فاهم وبيتكلم وحلو وانا شغال معاه تخاطب كلمه. انت لو اشتغلت على حسب مرحله الطفل وقفلت مرحله ما قبل اللغه اللي هي التقليد التواصل البصري والاستجابه للاسم والتقليد وتقليد الحركات الفميه وطاعه الاوامر، هتلاقي الطفل جاب معاك الاصوات وبقى كويس. تمام كده؟ دخلت متاخر، يا جماعه خلاص هيبقى محفوظ، البث هيبقى محفوظ. استاذه نوال، كل المراحل بتاخد كم وقت قد ايه؟ لا هو يا جماعه احنا اتفقنا في اول المحاضره مفيش حاجه اسمها بتاخد وقت قد ايه. في طفل بيجيب معانا البرنامج، انتوا شوفوا احنا اشتغلنا قد ايه. احنا حكينا البرنامج في ساعتين بس، حكيناه ليه؟ لان الطفل مش معانا. لكن لو الطفل معاك، في طفل بياخد سنين، في طفل هياخد معانا سنين، وفي طفل بيجيبها في شهر، وفي طفل بيجيبها في يوم. الموضوع ده بيرجع لايه؟ بيرجع لقدرة الاخصائي وقدرة الطفل وشدة الاعاقة والوقت اللي انت بتشتغل. فما فيش يعني البرنامج ده فيه اطفال توحد جابته معايا في سنة وبقى يتكلم حلو زيه زينا. في طفل جابه في 6 اشهر وبقى يتكلم حلو زيه زينا. في طفل اصلا جاي في نص البرنامج معايا دكتوره نوال، الطفل جاي في نص فما اشتغلتش معاه من اول الاستجابه للاسم والتقليد، انا شغال معاه جمله من 3 كلمات. ففي طفل هياخد 2 3 شهور، في طفل هياخد 2 3 سنين، على حسب سن الطفل. الطفل عنده كام سنه، تمام، ادراك الطفل ودرجه اعاقته وقدره الاخصائي اللي شغال معاه. هل التسلسل ده نمشي عليه مع كل الاعاقات والاضطرابات استاذه يمنى؟ طبعا. ده سلم اللغه. سلم اللغه ده مع الاعاقه العقليه، مع التوحد، مع حتى الاطفال النور متاخرين لغويا. بس انا يا استاذه يمنى بشتغل على المرحله اللي الطفل واقف فيها. يعني لو الطفل بيتكلم معاكي مش هتشتغلي معاه من اول انتباه للاسم، ما هو منتبه لاسمه. لو الطفل بيتكلم معاك، الطفل ما دام بيتكلم مش هشتغل معاه مهارات ما قبل اللغه. شوف المرحله بتاعته اللي هو واقف فيها فين وهشتغل معاه. خلاص كده يا استاذه يمنى؟ خلاص كده يا دكتوره نوال؟ التوحد المتوسط الشده، ما هو متوسط الشده دي تختلف، توحد بس ولا توحد مصاحب باعاقه عقليه؟ لو توحد مصاحب باعاقه عقليه هيبقى الموضوع صعب شويه، لو توحد بس هيبقى الموضوع سهل. تمام؟ فبترجع على حسب شده او سنه كام. وانت لما تشتغل مع طفل عنده 3 سنين ولا 2 سنين ولا 4 سنين زي ما تشتغل مع طفل عنده 10 سنين، هيبقى الموضوع صعب طبعا. يلا يا جماعه، مين عنده اسئله تاني؟ استاذه يمنى خلاص، دكتوره نوال خلاص، استاذه يمنى، استاذه علا، استاذه شيماء، دكتور احمد.
اشكرك يا دكتور وجزاك الله كل خير. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتوره منال، ربنا يبارك في حضرتك. طب يا جماعه كده خلاص المحاضره خلصت. كل اللي سجل المحاضره وكتب اسئله الخاصه بالمحاضره يبعتها لنا ويورينا اشتغل ازاي، وجهز الاجنده بتاعتك والكراسه بتاعتك للمحاضره اللي جايه. المحاضره دي مترتبه على المحاضره الجايه، كل محاضره هتبقى اصعب من الثانيه ان شاء الله. المحاضره الجايه هنتكلم عن مشاكل بقى التخاطب اللي بتقابلنا، مخارج الحروف والتلعثم والعي والكلام ده كله. تمام؟ نجاوب على اخر سؤال ده بقى ونقوم عشان الناس اللي هتتسحر. ازاي اوصل للتلقائيه في الكلام انه يقول الحاجه لما يشوفها طفل توحد؟ املي بالله هتشتغلي من اول البرنامج، من اول الانتباه للاسم، من اول التقليد، اطاعه الاوامر، الاصوات، بعد كده بالطريقه اللي احنا حكيناها لحد ما توصلوا للمرحله دي. سلم لغه يا استاذه املي بالله، سلم لغه. الدكتور احمد بلال اتكلم يا دكتور عن تدريبات اعضاء النطق والكلام، وهل هي فعلا مهمه لكل الاطفال؟ يا جماعه برضو النطق والكلام، تدريبات اعضاء النطق والكلام هنتكلم فيها في المحاضره الجايه بتاعه التخاطب. احنا هنا تدريبات اعضاء النطق والكلام اللي ذكرناها في المحاضره دي كانت تدريبات تقليد، تدريبات تقليد اللي انا بعلم الطفل يقلد، مش التدليك والمساج والكلام ده كله. طيب هل يا ترى التدليك اللي انا افضل ادلك للطفل مناطق الاعصاب واعمل له الحركه دي هنا كده عشان الشفايف ومش عارف اعصاب ايه وكذا وكذا، دي مهمه للاطفال اللي عندها مشاكل حركيه فقط. يعني الطفل اللي معايا يا دكتور احمد خليك معايا، الطفل اللي معايا لو ما عندوش مشاكل حركيه مش هشتغل معاه تدريبات اعضاء النطق والكلام. لو الطفل بيحرك لسانه كويس مش هشتغل معاه اعضاء النطق والكلام. لو الطفل بيحرك الفكين كويس مش هشتغل معاه اعضاء النطق والكلام. لو الطفل بيتحكم في الشفاه والاسنان والفكين كويس مش هشتغل معاه اعضاء النطق والكلام. بشتغلها مع الطفل اللي مش قادر. يعني في اخصائيين بيشتغل مع الطفل اللي عنده مخارج حروف بيشتغل معاه تدريبات اللسان. ليه؟ لانه لا لسانه تقيل مش قادر يحرك لسانه، ده تشتغل معاه. لكن الطفل اللي بيمضغ كويس، اللي بيحرك لسانه كويس، اللي بيتحكم في بقه كويس، مش هشتغل معاه تدريبات اعضاء النطق والكلام. تمام كده؟ اتكلم عن تدريبات خلاص اعضاء النطق والكلام هنشرحها المحاضره الجايه، لكن مش هنتكلم فيها لانها مش كل الاطفال. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو العفو يا استاذه املي بالله. طب يا جماعه عشان الناس اللي ما قدرتش تحضر معانا المحاضره وما قدرش تكمل معانا، المحاضره هتبقى مسجله وهحط لكم في الكومنتات الاماكن اللي هتبقى المحاضره فيها. شكرا جزيلا لحضراتكم، واراكم ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 10. كله جاهز الكراسه بتاعته، كله جاهز القلم بتاعه، وابعتوا لنا في التعليقات الملاحظات اللي انتوا كتبتوها والحاجات اللي انتوا كتبتوها. وشكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.